جنون وانهيار الاعلام الجزائري بعد اعلان الكاميرون قائمة كأس العالم بمشاركة ايكامبي ورفقائه، وحلم تأهل الجزائر للمونديال او ان الماتش يتعاود اتبخر رسميا. بس بما ان وصلك الفيديو وصلت لحد هنا، انزل اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان ندخل بقى على 60,000 مشترك في اسرع وقت. اعلن المدرب الكاميروني سونج مدرب منتخب الكاميرون عن قائمته النهائية المشاركة في مونديال قطر، ومتابعة قوية وغريبة جدا من الصفحات والمواقع الجزائرية لمنتخب الكاميرون في كل مكان. اول ما اعلن القائمة هم اول ما نزلوها، واول ما اعلنوا عن التيشيرت الجديد لكأس العالم اول برضو ما نزلوه. وكمان شايفين ان منتخب الكاميرون دوت منتخب ضعيف جدا لا يستحق التأهل من الاساس، وانهم هم كانوا الاقدر والاحق لولا جسامة. بس حبيت اوضح لهم حاجة، ان منتخب الكاميرون هو المنتخب الاكثر مشاركة في كأس العالم بين الخمس منتخبات اللي اتأهلت من افريقيا، فما ينفعش التهليل والاحباط الغريب جدا اللي بتصدروه لمنتخب الكاميرون. لازم يكون فيه روح رياضية. على سبيل المثال حساب تريستي الجزائري اول ما اعلنت الكاميرون قائمتها لكأس العالم كتب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وكأن في حد مات. يوم حساب تاني باسم زوزو يكتب ويقول لن نسكت، جسامة هو السبب في اقصائنا. والغريب عزيزي المشاهد ان بكاري جسامة كان من المرشحين من افريقيا اللي يروحوا يحكموا في كأس العالم في قطر. اكتر تعليق بقى حسيت ان هو عقلاني شوية ويدخل الدماغ كان تعليق رمضاني اللي كتب وقال هذا المسلسل على ما يبدو لا ينتهي، وهو اطول من مسلسل باب الحارة بكل اجزائه. لا هو الحقيقة عدى مسلسل باب الحارة والمسلسلات المصرية والمغربية كمان. الغريب بقى ان صفحة دزاير فوت جابت لاعبة دولية سابقة في المنتخب الجزائري اسمها صوفيا، وقالت انا عندي ادلة حقيقية ان جسامة تلقى رشوة قبل مباريات الكاميرون والجزائر. تفتكر بعد اعلان الكاميرون قائمة كأس العالم هل بكده مسلسل باب الحارة الجزائري المخصص بتأهل الجزائر للمونديال انتهى ولا لسه؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس.